هي تنفذ المصالح الاقتصادية لهذا البلد، والمصالح الاقتصادية بأيدي مجموعة قليلة، ولكن الخير كبير فيعم الخير. وهنا الفارق، يعني الفارق فعليا في موضوع الفساد انه لما بيكون في عندي خير كبير او دولة عظمى او مال كثير يدخل ويتعمم بجزء كبير منه على مصالح الناس، ويقدم لهم تأمين صحي، ويقدم لهم أيضا كما يقال عنهم تأمين في المسكن، وتأمين بالعمل، تأمين أعمال لهم، وأيضا يستطيعون العيش كطبقة متوسطة، ويفسح لهم في المجال أمام استثمارات ما لكن هذه الاستثمارات لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال تصل إلى استثمارات الكبرى. يعني الاستثمارات الكبرى اللي هي بالنفط وبالهواء، يعني بالموبايلات وخطوط النقل الغاز وخطوط نقل النفط، وبالاستثمارات بالثروات الكبيرة في البلاد، هذه تكون للدولة ولمن هم ضمن التروستات والكارتيلات الموجودين في الدولة، وهؤلاء لا أحد يقترب منهم. يعني هل سمعتم في وقت من الأوقات عن عملية فساد وجهت لرؤوس كبيرة في الاقتصاد، مثلا الفرنسي أو البريطاني أو الأمريكي؟ تأكيد لا أحد يقترب من هؤلاء. أنا آسف أن أقول هذا ليس تبريرا ولا بأي حال من الأحوال للفساد، لكن هذا هو واقع الحال، وأنا أحاول قدر جهدي أن أصور لكم هذا المشهد الذي نقرأه في الدراسات. في إيطاليا كان العدد أكبر في نفس السنة، فرنسا 100، بإيطاليا 3256. تعرفون أن الوضع في إيطاليا ليس كالوضع في فرنسا، يعني مختلف طبيعة النظام السياسي، طبيعة استقراره، تاريخيا حتى الأمر مختلف. بينهم على سبيل المثال في إيطاليا 1936 مديرا لمؤسسة، 1073 مديرا محليا، 247 برلمانيا، منهم وزراء ورؤساء حكومات سابقون. في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة في عام 93 ارتكبت فيها 900,000 جريمة فساد. 900,000. طبعا عندما تنهار المؤسسات الكبيرة وتنهار الدولة يكثر الفساد. هذا متلازم؟ نعم متلازم. هنا لا تتشاكل الأمور، يعني ليست بالصدفة تأتي. عندما لا تكون هنالك دولة بالتأكيد سوف تكون هنالك كمية كبيرة من الفساد. لكن من 900,000 جريمة فساد اعتقل بسببها فقط 482 مسؤولا حكوميا. ولكن سقف هذا الموضوع كان نائب وزير التجارة الخارجية. من 900,000 400 وشوي يتم اعتقالهم. إذن القضية فيها إن كما يقال. للأسف الشديد يعني نحن نود فعلا أن تكون هنالك مجتمعات فيها إنصاف، فيها عدالة، فيها أخلاق. هذا كان طموحا إنسانيا امتد عبر السنين للبشر. نلاحظ دولا كبيرة ودول ديمقراطية على سبيل المثال. في الصراع الانتخابي في فرنسا، وأنا دائما أتحدث عن دول يعني يضرب المثل فيها، حدث صراع شديد اللهجة ويعني عالي الصوت حول الفساد بين النواب الاشتراكيين والنواب أيضا اليمينيين في فرنسا. الرئيس فرانسوا ميتيران آنذاك اضطر للقول في معرض دفاعه عن فساد حزبه للقول بأن 28 نائبا من الاشتراكيين هم فقط الذين تعرضوا لهذا النموذج من الفساد، يعني كانوا فاسدين فقط، عنده 28 واحد في مقابل 30 من أحزاب اليمين، فرقوا 2. تصوروا رئيس
يعني رئيس يتحدث، فرانسوا ميتيران يتحدث عن هذا الواقع دون أن يرف له جفن. يعني أنا عندي 28 فاسد، أنت عندك 30 فاسد. حتى في مرة من المرات يقال في نكتة بينهما، قال يعني الرئيس جيسكار ديستان لمن ينافسه، قال له: أنتم في الوزارة السابقة كان لديكم 32 وزير فاسد، أنا عندي فقط 28 وزير فاسد. ببساطة لأنه كانت وزارته 28 وزير بينما كانت الوزارة الأخرى هي 32 وزير. هلا هذا الأمر كله لا يبرر الفساد، ولكن هذا واقع الحال. يعني واقع الحال، طباخ السم عم يدوق. ويقال طبعا في الديمقراطيات إنه الدول فيها ديمقراطيات وفيها استقلال القضاء وغيره، بيتحاسبوا هؤلاء الناس. طيب أوكي كويس، بيتحاسبوا. متى حوسب الرئيس الأمريكي ميتيران عن ما ارتكبه قبل نحو 20 عاما عندما كان رئيسا للبلدية في باريس، وقالوا بأن هنالك أكثر من 2000 شخص كان يضعهم على ميزانية البلدية وهم ليسوا موظفين، وحكم آنذاك بعد أن أصبح رئيسا، حكم. ولكن غض النظر عن بعد أن أصبح رئيسا وخرج من الرئاسة طبعا، حكم، وبنفس الوقت اعتبر بأنه لا داعي لسجنه، لأن هذه الأموال لم يأخذها لنفسه، أخذها لحزبه. يعني حزبه الضرسان بيلبق له. هذه اللغة للحقيقة تعطينا تصور عن سؤال لماذا حكم بالأصل فرانسوا ميتيران بالمقياس الريزون ديتا، مقياس مصلحة الدولة العليا. لا يحاكم الرؤساء، لأن هذا يضعف من هيبة دولة كفرنسا. لماذا حكم هذا الشخص؟ حكم بكل بساطة لأنه خرج عن قواعد الريزون ديتا. يعني في لحظة من اللحظات كانت المنافع الشخصية له تتجاوز مصلحة الدولة، وهنا كانت رسالة لمن سيأتي بعده ومن سيأتي بعده لاحقا، بأن لا يسمح لك بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مصلحة الدولة العليا. معنى عما تاخد مصالح لك بمرق لك، لكن عندما تتجاوز ذلك إلى مصلحة فرنسا لا، عند هون وبس. هون بنشد لك إذنك شدة بسيطة بعد ما تخرج من الحكم، كمان مشان هيبة الحكم، مشان قيمة الريزون ديتا، مصلحة الدولة العليا للفرنسيين. وبالتالي نحكمك ولا نسجنك، لأنه لا يجوز سجنك أصلا، ونمرر هذا الأمر. طيب في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ألا يوجد فساد؟ سوف نتحدث الآن عن الفساد. يعني الرئيس الأمريكي جورج بوش ألم يكن يعني له جزء من الشركات النفطية، له 11% من شركة أوكسيدنتال على سبيل المثال. طيب نائب الرئيس آنذاك ديك تشيني ألم يكن له علاقة بهاليبرتون، الشركات التي ساهمت في موضوع العراق، وأيضا بالبلاك ووتر، الشركة المتصلة بأعمال القتل والعنف والحمايات الأمنية وغير ذلك. كل ذلك موجود، ولكن لماذا لا يحاسبون؟ لأنهم ضمن ما نسميه الريزون ديتا، ضمن ما نسميه مصلحة الدولة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. يعني بياخدوا ماشي الحال، لكن ما يقربوا على مصلحة الدولة العليا التي يعني ترسم سلفا من قبل think tanks، خزانات الفكر، وأيضا من الاقتصاديين الكبار، من التروستات والكارتيلات كما نقول.
يعني أصحاب التجمعات الاقتصادية الكبيرة، السلاح والنفط وكل ما يستتبع ذلك من يعني مصالح اقتصادية كبيرة. هلأ وفقا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية، وأنا لا أعرف يعني لماذا يصدرون مثل هذه التقارير وهم لا يحاسبون أحدا، يقولون بأن الشركات الأمريكية، هذا تقرير بين تقريرين عام 94 وتقرير 2013، قالوا بأنه في عام واحد اللي هو عام 94 قدمت الشركات الأمريكية رشاوى دولية وهن أصحاب القيم ونشر القيم في العالم في عام واحد فقط 11 بليون دولار، 11 مليار دولار في التعاقدات، و1000 مليار دولار في سوق المشتريات السنوي في البلدان النامية. أرقام خيالية. أيضا ارتفع عدد الأبحاث والتقارير المقدمة بخصوص الفساد إلى 14 ضعفا بين عامي 84 و 95. هنالك تحقيقات بشأن رشاوى كبيرة تطال شركات ضخمة جدا لا نتصور بسبب اسمها الكبير بأنها تدخل في هذه اللعبة، ولكن الاقتصاد هو الاقتصاد، كله بده يربح. شركة IBM على سبيل المثال التي رشت رشوة كبيرة جدا جدا في الأرجنتين على سبيل المثال، أزمت اليابان في ابتزاز أموال المدخرات والقروض. ردود الأفعال العنيفة حول شقيق الرئيس المكسيكي السابق كارلوس دي جورتاي في عمليات غسل لمفاسد السلب والنهب، وكذلك الاتهامات التي ظهرت في قضية وايت ووتر وووتر جيت بشأن الفساد الضخم، أيضا بالحملات الانتخابية اللي حدثت عام 1996. لما بيكون في صراع سياسي بيظهر هذا الفساد. حقيقة لي تجربة مع هذا النموذج من الفساد الأمريكي. في عام 2000 كنت واحدا من 3 نحاول أن نقيم لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لم أكن في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هنالك شخصان منهم سفير أمريكي سابق خرج من الخدمة وأراد أن يعني يقدم خدمات في هذا المجال. الأمريكيون يسمحون لك بأن تقيم ما تشاء من اللوبيات مليئة، لديك لوبي بروتستانتي ولوبي كاثوليكي ولوبي أيضا كوبي، والغريب أيضا يوجد لوبي تونسي. يعني كنا نطلع على هذه الأمور بطريقة يعني تدهشنا. نحن جايين من الثقافة ومن المجتمع، لسه خبرتنا بالسياسة كانت قليلة ولدينا تصورات وردية، وكنا نعتقد بأنه أمريكا ليست تلك الدولة التي يوجد فيها كل هذه المفاسد المعلنة. للحقيقة فوجئت وأنا يقول لي أحد الذين كنا نعمل معهم على أساس يعني البدء بتشكيل هذا اللوبي، قالوا لي بدون مصاري بدون أموال لا تفكروا، وبدكم تشتغلوا على عقل الوفرة، يعني سلفا بده يكون في أموال، وما بيجوز دولة تدعم، والدول بأغلب الأحيان هي التي تدعم ولكن عن طريق رجالات أعمال. قال لي بوضوح من الآن الدخول على سيناتور أمريكي بده يكون معك $5000. كيف يحدث هذا الأمر؟ أليست دولة ديمقراطية؟ ألا يحاسب؟ قال لي عندما ندخل عليه سوف يقوم بالتالي: سيخلع
معطفه ويضعه على العلاقة ويذهب إلى الحمام. تعرفوا بهيك حالات كلهم بيصيبهم الحاجة إلى العمل الإنساني، فيذهب ويعود يلبس الجاكيت. إذا وجد $5,000 هو يبدأ بالاستماع إليك، إذا لم يتحسسها لن يستمع إليك. تطرح عليه ما تشاء، يقولون لك حسنا سوف نبحث الموضوع، يحدد لك موعدا لاحقا. في الموعد اللاحق يجب أن تأتي ومعك